السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم على السمكرة بتاعة الرزغ الجزئية. احنا كنا قبل كده اتكلمنا على الكلية، الريست يتسمكر كله. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. هو احنا يا جماعة اصلا بنعمل السمكرة دي ليه؟ في اي حتة في الجسم، مش بس الريست، اي حتة. يبقى الهدف الرئيسي منه ان الالم يقل. طيب لو انا سمكرتها كليا يبقى الحركة مش هتبقى موجودة، وده غالبا بيخلي الألم تقريبا مش موجود، مبقاش في حركة وبقت عظمة واحدة، فمفيش ألم أو نسبته بتبقى قليلة جدا. طيب ال- السمكرة الجزئية الهدف منها إن أنا أقلل الألم فخليه مقبول، وفي نفس الوقت حركة نص مقبولة، يعني نص نص. يعني لا هوقف الألم كليا ولا هوقف الحركة كليا، أسيب المفصل لسه شغال. يبقى الكلي ان كليا الالم وكليا الحركه، لا موجود ولا موجود، الجزئي جزئي جزئي. طيب اشهر حالتين يا جماعه، اشهر حالتين بيتعمل فيهم السمكره الجزئيه، القصه بتاعت العظمه الزورقيه اللي اتكسرت ومش لحمه وبقالها فتره طويله قوي، وعامله نسبه خشونه محترمه في جزء معين من الرزغ، بعمل لها جزء سمكره جزئيه بدل ما اعمل السمكره الكليه. طيب القصة التانية بتاعت العظمة الهلالية، متبهدلة، ميتة، وبقالها فترة طويلة، عملت خشونة في الرزغ بشكل بشكل معين. اصلها لو اخدت يا جماعة الخشونة في الريست في الرزغ كاملا هيبقى سمكرة كلية، سواء كان العظمة الزورقية او الهلالية او اي عظمة. احنا بنتكلم بس على اشهر الحاجات اللي موجودة على طول. العظمة الزورقية ليها طريقة معينة من السمكرة الجزئية، لان انواع السمكرة الجزئية كتير قوي، برضو هنتكلم على اشهر اتنين. طيب عادة الامراض اللي هي بتعمل خشونة، اللي هي مثلا زي الروماتولوجي، مشاكل الروماتولوجي، ده بيبقى ضارب المفصل كله، فبيبقى غالبا محتاج وبنبقى ميالين ناحية السمكرة الكلية. خلاص، يبقى اشهر حاجة العظمة الزورقية. بس دي في الحالات اللي متأخرة، للأسف بقينا بنشوفها على طول. احنا في الأول بنثبت عادي، وعدم اللحام في الفترات الأولى اللي هي 4 شهور 6 شهور 8 شهور قبل ما العظمة بتموت، بنعمل لها حاجات كتيرة غير السمكرة. طيب أو بندي محاولة للسمكرة، أما لما يبتدي يحصل خشونة في الريست بنبتدي نفكر في موضوع السمكرة. طيب هو مفصل الريست دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن 8 عظمات يا جماعة، 8. يعني القعبرة أهي، وادي الزند، وقدامهم 4 عظمات، قدامهم 4 عظمات، وبعد كده الصوابع الايد. تمام كده. طيب دي العظمة الزورقية اللي هي ناحية الصابع الكبير، جنبها على طول العظمة الهلالية. دي لما بتموت بسمكر الحتة دي عشان اشيل عليه، لما بتموت وشديد، موت شديد، عمل نسبة خشونة، بشيل الحمل من عليها وسمكر الحتة دي. طب دي لما تتكسر كأنها ماتت، بشيل الحمل من عليها، اسمكر الحتة دي. طيب الريست كله مضروب، بروح مسمكرها من اولها لاخرها، بسمكر القعبره في الايه، في اليد. انا بس بفهمك الفكره. طيب احنا في عندنا حركات الريست، يعني ال8 عظمات دولت بيخلونا نعمل ايه؟ بيخلونا نعمل حركات كتيره، ان الايد تطلع لفوق وتنزل لتحت. هو انا ليه بشرح لك الكلام ده؟ عشان العلاج الطبيعي حضرتك، عشان لو لا قدر الله اتكسرت تبقى عارف ان انت هتشتغل على العلاج الطبيعي مع نفسك، سواء مع نفسك او مع العلاج الطبيعي. ازاي بتحرك ايدك لفوق ولتحت؟ ادي حركتين. وبعد كده بتاخدها سيف ناحية الصبع الصغير او ناحية الصبع الكبير، سيف. دي حركتين كمان. وحركة اللفة، الدوران بتاع الايد، اللي هو وضع الشحات وعكس وضع الشحات. يبقى انت عندك لما هتعمل العلاج الطبيعي
هتبقى محتاج انك تركز على الست حركات دولت، عشان في الاخر الاجمالي بتاعهم بيعمل لفة كاملة، الدايرة الكاملة بتاعت الايد. طيب تاني، ايه الشكوى؟ اشهر حاجتين الزورقية عرفناها اللي هي ناحية الصابع الكبير، والعظمة اللي جنبها اللي هي العظمة الهلالية ماتت، ديت اتكسرت. والاستمرار في الاهمال في عمل نوع من انواع الخشونة، خشونة اهمال اكتر واكتر، بقى خشونة كلية، بقى ريست صفقة كلية. نفس النظام، في الاول بيبقى ليها علاج الهلالية، واحنا خدنا مواضيع كتير عن الهلالية واخدنا عن الزورقية، والكلام ده كله بيأثر في الاخر على نسبة الألم ونسبة الحركة. فلما الألم يبقى زايد قوي والحركة قليلة قوي بنبتدي نتدخل، يعني زي ما هنشوف بعد شوية. الأصل في الحاجات ديت برضو العلاج التحفظي، لأن أنا ممكن ألاقي العظمة الهلالية ميتة يا جماعة، ممكن ألاقيها ميتة والبني آدم اللي قدامي أحسن مني، فطبعا مش هاجي ناحيته. الاشعاعات طبعا بنطلب كل انواع الاشعاعات العاديه وفي اوضاع معينه، والمقطعيه والرنين كل حاجه بيبقى ليها حاجه عندنا يعني. طيب العلاج التحفظي ايه؟ الادويه والعلاج الطبيعي والحقن والجبس لازم كله يكون اتجرب قبل ما تفكر وتستخير في موضوع السمكره، لانها يا جماعه عمليه، واي عمليه ليها مشاكل، فحضرتك محتاج تاخد كل الطرق السلميه زي ما احنا اتعودنا مع بعض قبل ما نخش على موضوع الجراحات. ايه انواع التثبيت الجزئي؟ كتير قوي، اشهرها الرباعي والثلاثي. قلنا الرباعي يعني العظم 4 عظمات، العظم اللي هو ناحية الزند، لما تبقى العظمة الزورقية مكسورة ومش لحمة وعاملة نسبة خشونة، فبدل ما اخلي الريست والايد والريست يتحملوا على العظمة الزورقية اللي هي المكسورة، اشيلها خالص واعمل كتلة عظم موجودة على الناحية التانية، وما زال المفصل هيتحرك بنسبة على القعبرة وعلى المفاصل اللي ما بين الأصابع وحتة العظمة اللي خليناها حتة واحدة. قلت الحركة طبعا، قلت بس ما انعدمتش. قل الألم طبعا، قل بس ما اختفاش. طيب أمال الثلاثي إيه؟ ات- لما تبقى بقى العظمة دي ميتة اللي هي العظمة الهلالية، أنا هثبت الناحية التانية، هسمكر الناحية التانية. لما بسمكر بيبقى قالب طوب عمود على بعضه هو اللي شايل الحمل عن المنطقة دي، فبيقلل الألم وفي نفس الوقت بيستنى لسه في حركة في المفاصل. واضح يا جماعة؟ واضح الفكرة، بس الفكرة. طيب برضو عشان بيبقى الأسئلة، يا جماعة الفتحة يا جماعة غالبا في الأنواع السمكرة سواء الكلية أو الجزئية الفتحة خلفية، يعني في الإيد من بره، يعني قريبة من مكان الساعة، يعني الساعة بتتلبس هنا، هو قدام الساعة شوية. تمام. العظم اللي احنا بنستخدم طبعا عظم بنستخدم ترقيع. يعني أنا بفضل عشان السرعة وعشان بفضل العظم الصناعي، لان بقت كفاءته دلوقتي زي العظم، قريب من العظم الطبيعي، بدل ما بنفتح فتحة تانية على اسفل القعبرة. لان غالبا يا جماعة احنا بنفتح على المنطقة دي لو هنعمل وحاسين ان المريض دوت مش هيبقى ان شاء الله محتاج سمكرة كلية، بنعمل فتحة بالعرض، بتبقى جماليا احلى احسن. طيب بعد التثبيت الطبيعي، يعني ان انت بتشيل الغرز بعد اسبوعين غالبا، بتبتدي غيار بعد اول اسبوع، اذا ما كانش فيه يعني رشح كتير في الجرح هتغير بعد اسبوع، وهي تقريبا على حسب الجو، يعني بالويم كده يوم او يوم لا. عادة الجبس بيبقى 3 شهور، عشان بس الخطة العامة ان تبقى فاهمة. عادة الجبس لغاية لما يلحم خالص، وبعد كده نبقى نشيله ونبتدي العلاج الطبيعي عشان نشتغل على ال6 حركات اللي احنا قلنا عليهم. المشاكل ايه؟ زي اي عملية، التهاب، واللي احنا عايزين نعمله سمكرة ما لحمش، فيبقى محتاج تطعيم جديد. ال 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 ان السمكرة الجزئية ما جابتش النتيجة
القوي فهنبقى محتاجين سمكرة كلية. طب امال ليه نعمل من الاول السمكرة الكلية؟ حضرتك ما هو احنا بنسيب المفصل يتحرك. يعني المشكلة بيبقى عندي 20 سنة وعندي 25 سنة، فبتبقى نفسيا متضايقة او متضايق. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.